حتى لا أطيل كلامي عن البرهان المنطقي، أنتم مباشرة ستستحضرون بأن حتى البرهان المنطقي فيه مشكلة. صحيح إذا أخذنا بالمنطق الكلاسيكي، هنا النموذج المنطق الأرسطي كنموذج، أن البنية المنطقية عندها قوتها الاستدلالية البرهانية ونوع من الكفاية المنهجية النظرية. ولا زلنا مثلا في بعض الكتب الكلاسيكية في المنطق تظن بأن المنطق يعصم الذهن من الوقوع في الخلل أو في الخطأ. حتى التعريف الآن المتداول مثلا في كلياتنا للدراسات الإسلامية استنادا إلى المنظومات التقليدية المتداولة عندنا في التكوين، منظومة الشمسية، متن السلم وغير ذلك، أن المنطق يعصم العقل من الوقوع في الزلل والخطأ، مع أن هذا ليس هو تعريف المنطق. صحيح هذا هو الشائع، لكن يستحيل للمنطق أن يعصم العقل من الوقوع في الخطأ، مستحيل. كل فائدة المنطق هو تنظيم العملية الفكرية يجعلها تفصح عن مقدمتها، تفصح عن أدواتها، تفصح عن نفسها، فتكون محل نظر لكشف ما فيها من خطأ وكشف ما فيها من صواب. المنطق لما وصلنا يعني كما قال كانت، المنطق هو العلم الوحيد الذي ولد من جمجمة مؤلفه كاملا. وهذا أغرب كلمة يعني قالها كانت، وهي كلمة لا معنى لها وخاطئة تماما للأسف الشديد. يعني رجل الذي اشتغل بالنقد، نقد العقل الخالص، نقد العقل العملي، نقد الحكم الجمالي، بل حتى مع زواره في البيت لأنه كان أعزب، فضيوفه كانوا يأتون إليه في الغداء والعشاء، وكان يحسن الطبخ. يعني كان إيمانويل كانت كان ماهرا جدا في الطبخ. فكان من بين الطرف التي يقول بعد أن كتب نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي ونقد كذا، قال إني أفكر جديا في أن أكتب نقد المطبخ لكي أعلم النساء كيف يطبخن. هذا الذي انتهى من نقد المعرفة ومجالاتها كلها وفكر في نقد الكوزينة قال بأن المنطق ولد كاملا. وفعلا المنطق الأرسطي لم يدخل التاريخ يعني إلا في السياق الثقافي الغربي إلا مع لايبنز. احنا في سياقنا الإسلامي هناك نقود للمنطق، هناك إشكالات استشكل فيها البحث المنطقي سواء مع السهروردي، سواء مع النوبختي، سواء مع ابن تيمية وغير ذلك. لكن هذا المنطق الذي ظل سلطة مهيمنة بين قوسين، أنتم كباحثين في حقل الدكتوراه أحذركم من المنطق، أحذركم من المنطق. المنطق هو الوسيلة الوحيدة الممكنة في البحث العلمي أن تنتج عقلا بليدا. هي أفضل الطرق لإنتاج العقل البليد في البحث الفلسفي. هتقول لي علاش؟ لأن الرجل الذي يصبح ماهرا في الأداة المنطقية، تصبح الأداة المنطقية ذات سلطة استبدادية على طلاقة التفكير وحرية التفكير. ولهذا يضع الجملة ويطلب في الجملة الثانية أن تكون مقدمة ثانية متناسبة لها ومشاركة لها في الحد المشترك حتى ينفيه في الجملة الثالثة فيحصل المحصول، فيكون العقل مقيدا. أنا بين قوسين بالغت في العبارات السابقة غير من أجل أن نشوككم شوية، نقول لكم العقل المنطق. إنما المنطق يعطيك مهارة ترتيب النظر والكشف عن مقدماتك، لكن لا تكتب بالكتابة المنطقية. بعض الإخوان الشباب كيحاولوا يقلدوا الأستاذ طه عبد الرحمن أو الأستاذ حمو النقاري ويبغيوا يكتبوا بالأسلوب ديالهم، وكيخوض الجملة ويكتب بالطريقة إذن كذا كذا. لا، الأستاذ طه والأستاذ حمو النقاري هادو ناس
يعني ماهرين في الأداة المنطقية. وينبغي أن تنظر في نفسك وتشوف شنو هي ملكتك في الكتابة. كتلاحظ يقال أن الأسلوب هو الرجل، أو الأسلوب هو الكاتب، هو المفكر. كل واحد فينا عنده مهارة في النزوع في التفكير، فينبغي أن يقتصد من تقليد الناس ومن كتابة منطقية متراتبة على النمط المنطقي الذي قد لا ينتج طلاقة التفكير واندفاعة التفكير نحو الإبداع. أنا أطلت عليكم، أنا لابد أن أقول جملة أخيرة في المنطق حتى نسوي الميزان قليلا. الكتابة المنطقية أيضا بهذا الطريق التقليدي الذي يتبع قد يكون خطر على التفكير وعلى البحث، ولكن أيضا المنطق ينبغي أن نقرأ شيئا ما في التحولات مع كورت جودل، لأنه كشف عن محدودية البنية الصورية سواء في المنطق أو في الرياضيات، حتى لا نظن بأننا إذا توسلنا أداة قد احتوينا الوجود بها. فالوجود وسؤال الوجود سيبقى أفقا أمام التفكير البشرية بكاملها، مثلما كان أفقا للتفكير أمام دوستويفسكي في آخر لحظاته قبل لانتقاله من الحياة إلى الموت. وشكرا لكم.